الناس اللي ما لحقتش تفرز اي وصفة لرمضان زي كده انصحك بالوصفة دي جدا. سهلة وسريعة ومش هتاخد منك اي وقت ولا مجهود. طبعا في 600 ألف وصفة لكفتة الفراخ على اليوتيوب. بس أنا هقولك أكتر وأهم النصايح اللي هتطلع معاكي كفتة الفراخ ناجحة بطريقة مش هتتخيليها. وهقولك أصلا أسرار نجاح الكفتة عموما سواء كانت لحمة أو فراخ. وانا من الناس بصراحة اللي جربت حاجات كتير قوي من اللي بتضاف على صدور الفراخ في الكفتة وملقتش انجح من الفول الصويا. طبعا في حاجات تانية بتضاف، في ناس بتستخدم برغل وحاجات تانية، بس انا بصراحة لقيت اطعم حاجة هو الفول الصويا. طبعا احنا يا جماعة مش هنستخدم الفول يعني الكفتة كل يوم، فيعني مش هتبقى مضرة قوي ان شاء الله. يعني حطيت مع صدور الفراخ بيضاية واحدة وحطيت مج شاي كده من الفول الصويا. طيب، يفضل وانتي بتشتغلي في الكفتة بتاعتك ان البانيه او صدور الفراخ بتاعتك تكون مجمدة شوية. انا هنا طبعا كنت مستعجلة عليها فبصراحة اشتغلت فيها وهي كده. ليه بقى عايزينها مجمدة؟ هقولك برضو، بس تعالي نحط التوابل بتاعتنا. اول حاجة هحط الملح بتاعي واظبطيه بقى على حسب المقدار بتاعك. انا تقريبا حطيت هنا معلقتين ونص صغيرين من الملح. وبعدين هحط يعني معلقة الا ربع كده صغيرة من البهارات السبعة او ده الفلفل الاسود. وهحط البهارات السبعة. مش بحب احط يعني توابل او بهارات تانية في الكفتة لان الكفتة مش بتحب البهارات الكتير. تمام كده. هنبدأ بقى نقلب كل الكلام ده مع بعض كويس جدا قبل ما افرمه في الكبة. الناس اللي ما عندهاش كبة تقدري تستخدمي اللي هي المطحنة بتاعة الخلاط. تحطي كمية صغيرة وبعدين تسيبيها تنعم لان عندك صدور الفراخ ناعمة قوي يعني فمش هتبوظلك الخلاط، ما تقلقيش. تمام. انا هنا هشتغل في الكبة. ولو ما عندكيش كبة وعايزة ولا، بشوف ناس كتير بقى بتحط معاها نشا، واللي يقولك حطي دقيق، واللي يقولك حطي مش عارف ايه فيجيتار وبقسماط والكلام ده كله. لا يا جماعة معلش، مع احترامي للجميع يعني انا بشوف ان ده عك وبيفرق جدا في طعم الكفتة. آه عشان تستغني عن اي حاجة اي اضافة اخرى لازم تخليها في الفريزر بعد ما تضربيها في الكبة. واحنا بنصبعها كده لو عايزة تحطيها او تصبعيها على حاجة عندك زي السيخ مثلا يبقى حلو جدا. بس انا عادي مش هتفرق قوي يعني. زي ما قلتلك مش هنضيف اي حاجة عليها، ولا تحطي دقيق ولا بقسماط ولا نشا ولا اي حاجة. جربي بس الوصفة ديت وحطيها في الفريزر تستريح مثلا مش اقل من نص ساعة. بعد ما تصبعيها زي ما طلع معانا، طبعا الكمية دي طالعة من نص كيلو فما شاء الله الصباع مليان كمان وحلوة جدا ومش هتكش قوي مننا. بعد ما تطلع تصبعيها كده دخليها الفريزر تاني. وهقولك ليه بقى، علشان دي حاجة او خطوة مهمة جدا. واوعي تنفضي لها يعني. تمام. بصوا هنا الصباع متماسك شوية بس انا عايزاكي تدخليها الفريزر تكون متماسكة اكتر من كده كمان. يعني الصباع تمسكيه كده مش طرف ايدك. خلاص. نيجي بقى لتالت حاجة مهمة جدا في علشان تطلع معايا الكفتة يعني تمام. مش هنحط في صينية، يعني انسي بقى انك تسوي الكفتة في صينية، دي تماما من افشل الطرق اللي بتطلع معاكي كفتة غريبة الاطوار. مش كفتة مشوية ابدا، هي كفتة مسلوقة. يعني هي حاجة غريبة بصراحة، طعمها مش وحش بس مش هي الكفتة المشوية. السر بقى في نجاح تسوية الكفتة المشوية عشان ما بقاش برغي كتير هو انك تسويها على الشبكة بتاعة الفرن بتاعك. انا طبعا عندي شبكة ضيقة شوية لو تلاحظوا كده وصغيرة. فانتي لو عندك الشبكة بتاعتك كبيرة او الفتحات بينها مش ضيقة فهتخافي ان الكفتة تنزل. اول حاجة هتخلي صوابع الكفتة تبقى مجمدة شوية. تاني حاجة ان احنا نقدر نحط ورق فويل او ورق زبدة على الشبكة بتاعتنا ونعمل فيها فتحات تشبه الفتحات بتاعة الشبكة. خلاص. لان احنا ليه بقى انا مش هينفع اسويها في الصينية؟ حضرتك لما بتسويها في الصينية هي بتنزل سوائل في الصينية بتاعتك وبتستوي فيها، فانتي كأنك سلقتيها وبعد كده سبتيها تنشف من المية. لا، احنا عايزينها تبقى نفس طريقة الشوي. لو بتلاحظي ان الراجل في المطعم بيسويها على السيخ وبتبقى موجهة للنار مباشرة وهي في السيخ، فلما بتنزل اي سوائل مش بتستوي فيها. خلاص. زي ما